تعالوا النهاردة نحكي قصة الإنسان. الحقيقة ربنا خلق الإنسان وخلق له بيت كبير قوي مليان حاجات كتيرة وخير وشجر فيه ثمار وحاجات حلوة كتيرة قوي. وبعد كده بعد ما خلق آدم خلق له حواء. والبيت رغم إنه شكله يبان إنه صغر شوية علشان بقى فيه اتنين بدل واحد، لكن بصوا شكله بقى حلو إزاي، بقى شكل بيت فعلا شبه الكوخ الجميل. لكن فجأة اتقلب رأسا على عقب، والدنيا بقت مش حلوة، وده بسبب الخطية اللي وقعوا فيها. وكمان الخطية من ثمارها ان الدنيا ضاقت. بصوا الورقة اتطبقت ازاي وبقت ضيقة عليهم، والبيت ضاق لانه الخطية بتشعر الانسان بالضيقة وبالحزن وبالنكد وبكل حاجة مش حلوة. حاولوا يحلوا الموضوع بانهم يقطعوا حتة كده كأنهم قطعوا ورق التين علشان يحاولوا يحلوا الموقف، لكن كلنا عارفين ورق التين عمره ما كان حل. طب حاولوا يقطعوا تاني، طب أحاول بالفلوس بالمركز بالمناصب بعلاقاتي بالشهوات، بإني أمتع نفسي، بإني أفرح نفسي. كل الحاجات دي يمكن تحل المشكلة وترجع البيت تاني كبير وواسع ومليان سلام. لكن الحقيقة كل الحاجات دي وصلتنا للنتيجة اللي احنا شايفينها قدامنا. الكلمة دي لو خدنا الورق المتقطع وركبناه بالمنظر ده نلاقيه الجحيم. وده كان مصير كل إنسان. لكن هل مفيش حل؟ لا، تعالوا نفرد كده ونشوف الإنسان وصل لإيه بنعمة ربنا. ربنا حل القضية وبصليبه المحيي انتصر على شوكة الموت وحل القضية كلها. وبانتصاره على الصليب أبطل خلاص شوكة الموت ورجع الإنسان تاني يقدر بالنعمة وبالتوبة وبالخلاص يدخل السماء. ربنا يدينا كل حكمة ونفرح بنصرة ربنا لكل المجد على عود الصليب.